هل فعلا دراسة الجدوى مهمة زي ما بنسمع؟ مع العلم إن مش كل الشركات بتعمل دراسة جدوى، فعلا مش كل الشركات بتعمل دراسة جدوى، زي بالظبط إن مش كل الناس بتخطط لمستقبلها، لكن الفرق هنا إنك لو ما عملتش دراسة جدوى هتفضل ماشي في مشروعك كأنه لعبة حظ، ممكن تكسب وممكن الدنيا تمشي عكس اللي كنت متوقعه وتخسر كل حاجة. وعارف أكبر غلطة بيرتكبها رواد الأعمال أو أصحاب المشاريع؟ إنهم بيعتقدوا إن الفكرة الواحدة كفاية. الفكرة العظيمة من غير تخطيط مالي وتسويقي مدروس ممكن تبقى الكابوس اللي بيضيع كل مدخراتك ومجهودك. كتاب ذا لين ستارت اب لريس إريك بيأكد على أهمية التخطيط المبني على بيانات واقعية مش مجرد افتراضات. ودلوقتي خلينا نواجه الحقيقة، من غير دراسة جدوى مش هتعرف السوق المستهدف ولا حجم المنافسة، ومش هتقدر تتوقع التكاليف والإيرادات، ومش هتعرف إذا كنت بتبني مشروع ينجح ولا بتصرف فلوس مش هترجع لك تاني. والموضوع مش إن المشاريع اللي ما بتعملش دراسة جدوى بتقلل من أهميتها، لكن في أغلب الأحيان ممكن يكون السبب إن هم مش مدركين مدى أهميتها. تخيل إنك داخل مشروع باين إنه مربح وعظيم جدا من وجهة نظرك، بس أول ما تفصل الأرقام وتعمل دراسة جدوى حقيقية تكتشف إن المشروع ده ممكن يكون خسران، أو إن في تغييرات بسيطة ممكن تضاعف أرباحك. وهنا بقى بتظهر قوة دراسة الجدوى، مش بس بتحدد إذا كان المشروع ده ناجح ولا لأ، كمان بتديلك نظرة شاملة لكل الأرقام اللي ممكن تغير قراراتك. يعني بتساعدك تعرف المنافسة، العملاء، والتكاليف الحقيقية بدل ما تعتمد على افتراضات. في الكورس ده مش بس هنتكلم عن دراسة الجدوى نظرية، لكن هنطبق عملي على أفكار مشاريع حقيقية. هتتعلم إزاي تكتشف الثغرات قبل ما تدخل في مشروع، وإزاي تحول الأرقام والبيانات لخطة واضحة تخليك تاخد قرارات مظبوطة، وكل ده باستخدام أكتر أداة عملية ومشهورة في مجال التحليل والتخطيط، الإكسل. وعلشان أساعدك أكتر وفرت لك أداة جاهزة هتسهل عليك تعمل دراسة جدوى احترافية من غير ما تبدأ من الصفر. الأداة ديت بتساعدك تدخل بيانات مشروعك مرة واحدة وهو يحسب لك كل حاجة تلقائي: التكاليف، الأرباح، رأس المال المطلوب، الكاش فلو، نقطة التعادل، وكمان بيطلع لك التقارير المالية وتقدر تعدل عليه بسهولة وتجرب سيناريوهات مختلفة، زي مثلا لو الأسعار زادت أو المبيعات قلت، وتشوف تأثير ده على المشروع بتاعك. وتقدر تستخدمه سواء بقى شغلك كان بيع، خدمات، تصنيع. الملف ده بيغطي تقريبا كل حاجة، وما تقلقش، عارف ان الاكسل ساعات ممكن يكون مربك، علشان كده انا مش بسيبك تمشي لوحدك. هتلاقي مع الملف كتيب شرح مفصل خطوة بخطوة بيشرح لك كل جزء في النموذج، وكأنك بتاخد معايا جلسة تطبيق عملي. ولو لسه في اي حاجة وقفت فيها او محتاج توضيح، انا متاح تسألني شخصيا على الواتساب. هتلاقي لينك التواصل موجود في وصف الفيديو، وسعر النموذج سعر رمزي جدا مقارنة بالقيمة اللي هتاخدها. فلو فعلا عايز مشروعك يبقى قصة نجاح، يبقى مفيش مجال للمجازفة. شارك في الكورس ده وابدأ ابني مشروعك على أساس علمي واضح يقربك للمكسب، بدل ما تعتمد على الحظ وتروح للخسارة برجليك.